قرار تعدد الزوجات يظهر من جديد بحياة المرأة التونسية، والسبب هو ارتفاع معدل العنوسة. تقرير صدر مؤخرا عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بيقول أنه تونس تعتبر من الدول المتقدمة في نسبة عدم الإقبال على الزواج مقارنة مع باقي الدول العربية، وبلغت نسبة العنوسة ب 81.1%. فكان الحل الوحيد بالنسبة لهم هو تعدد الزوجات. الخبر سبب ضجة كبيرة وردود أفعال مختلفة بالشارع التونسي، خصوصاً أنه تونس تعتبر أول دولة عربية بتلغي تعدد الزوجات بعام 1956. لا وبل في عقوبات على من يقوم بالتعدد ممكن تصل إلى حد السجن. طرح فكرة التعدد الآن ما لها المرة الأولى، سبق وتم طرح الموضوع عن طريق مطالبات ووقفات احتجاجية بوقف العمل بقرار عدم تعدد الزوجات. خلينا نشوف ردة فعل رواد مواقع التواصل على الخبر. وأول تعليق من تريكي عم بيقول: الواحد كان يلقى يطلق روحه وبعدين هو يلاقي الثاني. تعليق ثاني: حتى ينجموا أي يحصلوا واحدة باش ياخذوا الثانية. تعليق من أمينة: الراجل لازم يعوضوا له السنين اللي ضاعت من ذل وإهانات ويعطوه حقوقه حتى ينجم ياخذ الأولى، فبدون حقوق الرجل فزواجه بالأولى يعد بمثابة انتحار. وآخر تعليق من صابرينا: مش قادرين يصرف على وحدة باش يقدروا يصرف على زوز. برأيكم هل إلغاء قرار عدم تعدد الزوجات ممكن يحل مشكلة العنوسة؟ طبعا بدنا أجوبة من الرجال والنساء.